الراجل ده مش بالي. لا لا عدنا لحضراتكم من جديد من بطولة واستوديو اون فاير. معانا تكريم جديد لأفضل لاعب في لقاء اورنج والافريقي. مصطفى محمد لاعب في الافريقي، بقول لك مبروك على جايزة أفضل. بس الجو فوق ايه متعة. لا بطولة حلوة. جت الكهرباء. كريم بس بيعملها. هو دي فتح حاجه والهموم هو كان مش يا عم انت فوتها كل ضغط والله اتقال لي مره شرع باشا. يا ابني ده فصل هو ما فصلش ده فصل الكشاف. بص يا كريم ما تخشيش تاني والله ما تخشيش تاني هو اللي اتقال عدنا لحضراتكم من جديد لاختيار افضل لاعب في لقاء اون فاير، لقاء اورنج واكاديميه الافريقي. مصطفى محمد، مليون مبروك جايزه افضل لاعب في لقاء الافريقي واورنج. الله يبارك في حضرتك، بس ما نقدر نكسب بس الحمد لله تمام. مصطفى، جايزه افضل لاعب في اللقاء بالنسبه لك بتعني لك ايه؟ يعني فرحة للاعب. زعلان انت تعادلت مع اورنج. قول لي شفت اللقاء ازاي؟ مين اللي تقدم الاول ومين اللي تعادل؟ احنا تعادلنا عن طريق فاول حطيتها وتعادلوا بعدها بدقايق. صوت رايك في تنظيم بطوله اون فاير؟ لسه يعني تنظيم حلو ويشجع اللعيبة على الفوز. صراحه دي اول جايزه تجيلك كافضل لاعب في البطوله ولا خدت جايزه قبل كده؟ خدت جايزة قبل كده. قول لي بقى، مسلك الاعلى في مصر مين؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ هلاوي. مين مسلك الاعلى في الاهلي؟ امام عاشور. امام عاشور. مين في الانديه الاوروبيه انت شايف فيه ان مصطفى محمد ممكن بيتمنى يبقى زيه؟ فالفيردي. لاعب فريق ريال مدريد. ريال مدريد مش في حالته السنه دي، انما مصطفى محمد ان شاء الله يبقى في حالته. انا اتكلمت قلت ان مصطفى محمد اختيار مصطفى محمد لاعب فريق افريقي من قبل كابتن خالد كمال مدير التنظيم، انما مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك ما اختاروش حسام حسن، فخلينا مع الكابتن خالد كمال في اختياراته الصحيحه لبطوله اون فاير. هنعود لكم من جديد لبطوله اون فاير من الملعب مباشره للتعليق على لقاءات اون فاير وبطوله اون فاير. شكرا لحضرتك. عدنا بحضراتكم من جديد لبطولة اون فاير نسخة أولى ممتازة. نسخة أولى كتب شهادته في النسخة الأولى بنجاح ممتاز، تفوق النجاح اللي طبعا اللي كنا قايلين عليه قبل البطولة. لا تفوق في أول لقاءات بطولة نسخة اون فاير. هنشوف اللقاء اللي قدامنا من اللقاءات طبعا في الشوط الأول انتهى بالتعادل. هل البريدة يعود بهدف ثاني؟ يعود بأول 3 بونت في بطولة اون فاير أم يفعل
بالك، وادي هنا جول جول جول. يعلن الكابتن محمود عبد النبي الحكم الاسطوري عن اول اهداف على طول اللقاء من ضمن لقاءات بطولة اونفاير. هدف اول في الشوط. هذه كرة قبل، وادي التريكات، وادي كرة حلوة قوي اللي فاتت مكانها جول. انما امتياز الدفاعات، الله على الدفاعات بامتيازات. هنا كرة، وادي الشوط، وادي التشتيت، ادي الاستلام الحلو، بصته حطيته. ادي كرة على طول في الجبل يسرى، يلا بقى شوت، يلا يا ولد الاوفر. هنا استنى ولا استنى بالعيد، مش معقول، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ادي على طول اسطورة حراسة المرمى باطراف الاصابع يطلع الكرة. يا ولد يا لعيب يا اسطورة. شوف مكان الجول. اللقاء الماضي على طول التعادل الافريقي اورنج. هنا التعادل على طول من لقاءات العيار الثقيل بطولة اونفاير. يعمل بطولة، يجيب كبرى الاندية، كبرى الاكاديميات، مستوى فني عالمي اسطوري. اونفاير على طول اللقاء الاول 6-20. اللقاء الثاني الخصم غير، الخصم براجا اللي جاي هو كمان عينه على البطولة. براجا الاسطوري العالمي. لان عبد الراجل ده طبعا منذ لحظات هنا فرقه عالميه، العابه وسط جمهوره يستضيف طبعا بطوله اونفاير نسخه اولى. شوف قلنا بصراحه يعني فريق براجا وملعب براجا هنا بكل المحافل موجود، اضافه طبعا تكريم ومسابقات منطقه الجيزه في تسليم الجوائز في اليوم الاخير، والنهارده يستضيف بطوله اونفاير النسخه الاولى. شكرا رئيس مجلس إدارة براجا والقائمين على إدارة فريق براجا ونادي براجا، كل الشكر ليهم. كرة للتماس من الجبهة اليمنى لصالح اونفاير. هل اللقاء دوت يبقى على طريقة الافريقي اورنج التعادل ام يفعلها براجا ام يفعلها اونفاير الرهيب؟ هنا كمان 1-0، 1-0 حتى الان. صفارة الكابتن محمود عبد النبي. بصراحة كمان حظنا حلو وحظ البطولة حلو، لأن الجو جو كورة. بطولة مقامة في أحد أيام طبعا الأيام اللي فيها جو كورة، جو مشمس. كورة للتماس. يا مصري شوط الفاول لصالح براجا. صفارة الكابتن محمد طارق. شوف اعتقد كابتن خالد كمان ان لقاءات السيمي فاينل هتبقى ملعب واحد. راسية ممتازة. تشتيت من اونفاير انما بطول عنوان للتماس. 1-0 حتى الان. طبعا الملعب بكورتوان. كورة عينه على الثاني، عينه على الثاني، عينه على الثاني. انما امتياز الدفاعات. فين ميسي؟ راح فين ميسي اللي معذبهم؟ ميسي على طول اللقاء الاول غير اللقاء الثاني. ميسي كورة بتقف فاول بصفارة الاسطورة البلون. قال مفيش حاجة، احتكاك عادي. لازم على طول الحكام على طول يتعلموا البراعم والناشئين الاحتكاك دوت بقى عادي. ادي كورة بالكعب يمنع الكابتن عبد النبي. يدي ايه؟ الجهاز الفني قال له والنبي يا كابتن عبد النبي اديني فاول مستحق. سلامات للاثنين لاعبين. هنا الدكتور فين؟ دكتور على طول ينزل ارض الملعب لعلاج اللاعبين. يا دكتور على طول، يا سلام. هنا شوف على طول كابتن خالد كمال ومدير المسابقه والتنظيم، حتى الاصابات ما سابش حاجه للظروف. يا سلام يا كابتن خالد. موجود دكتور اصابات ملاعب في ارض الملعب. نرجع للقاء اونفاير. تعادل حتى الان قائم. براجا قلت لك من الفرق الصعبه ان انت تكسبها. يا سلام على الترقيصه. خلاص براجا هو اللي واخد المبادره الهجوميه. ترقيصه حلوه في وسط الملعب. هنا من اليمين للشمال. ادي على الكوره على طول. وهنا زي ما وداها مره من الشمال ومره من اليمين. يعود لنا تاني النجم السوبر ستار وهبه محمد وهبه. شوف لقاء براجا ولقاء اونفاير. الكابتن خالد مدير البطوله هيقدم لنا مين افضل لاعب في لقاء براجا واونفاير.
لقاء اللي يقام على ملعب رقم 2. كرة طويلة، ادي واحد من اللعيبه المميزه الولد الاشول ده لعيب قوي، تخبط الكوره، هل يلحق قبل التماس ولا ما يلحقش؟ بالفعل لحق، انما غلط يد للخصم، يد الاوتاير. هنا استعادت الكوره من جديد، عادي ترقيصه حلوه عكس الاتجاهات، وصفار الكابتن محمد طارق الحكم الدولي يدي الكوره فاول لصالح اوتاير من الجبهه اليمنى. ادي العرضيه ما تكملش، تروح ضربه مرمى لصالح فريق براغا. صوت طارق كابتن طارق شكلها كده في تبديل، بالفعل تبديل. كرة الصراحة اون فاير من الجبهة اليمنى. تشتيت الالتماس، شكرا جدا طبعا لاحد اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب. هنا 1-0 وهنا التعادل على طول بين براغا وفريق اون فاير. ادي الولد ده فان دايك رقم 4. شوف فان دايك هيقدم لنا ايه؟ بالامس محمد صلاح خلاص سحب اوراق اعتماده من ليفربول. هنا الكل كان مستني الاعلان عن محمد صلاح زي ما قالوا للدوري الاسباني ولا الدوري الايطالي ولا الدوري السعودي. لا، هنا على طول اصرار محمد صلاح، اعتقد هيبقى بعد كاس العالم. نرجع للقاء براغا، كرة واحدة وهجمة واحدة من الجبهة اليسرى، عدى كريستيانو وصفياس حارس المرمى. يا ولد يا العيني، لكن براغا يتعذب، اللي يلاعب براغا يتعذب، اللي يلاعب اطول لكنه لعب الاهلي والزمالك، اكنه لعب بيراميدز بالدوري المصري، بالدوري السعودي اكنه لعب الاتحاد والنصر، اكنه لعب الهلال. الله على القاره المصريه. هنا بجوار الكريم الانذار يشير كابتن محمد طارق، انما الصبر حدود يا كابتن محمد يا طارق. براغا متقدم على اون فاير. اللقاء خلص والله ما خلص، لسه ما خلصش، لسه في هدف، لسه في هدف. التعادل 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 بجوار الكريم. شوف صفارة الاسطورة كابتن محمد طارق ينهي احداث اللقاء في الثواني الاخيرة. العودة ممكن على طول يا كابتن طارق. مليون مبروك براغا، هدف في اخر الثواني في اخر الدقايق. الاعلان عن افضل اللاعبين، بل سيد اللاعبين، لاعب فريق اون فاير مصطفى يا كابتن خالد. مصطفى مختار افضل لاعب في اللقاء اون فاير. مصطفى مختار افضل لاعب في لقاء اون فاير وفريق براغا. مصطفى مختار لو سمح يجي لمعلق اللقاء. مصطفى مختار افضل لاعب في اللقاء يجي لمعلق اللقاء. اون فاير والدولي بولد في ارض الملعب. اون فاير والدولي بولد في ارض الملعب. كابتن احمد المصري.
ابداع. مصري مصطفى مختار. مصطفى لاعب مصطفى مختار لاعب فريق اون فاير. يلا مصر. نعود بحضراتكم من جديد لتسليم جايزة أفضل لاعب في لقاء أون فاير وبراجا اللي قدر براجا في الثواني الأخيرة يخطف جون وهدف التقدم وحصد الثلاثة جون. معانا أفضل لاعب من فريق أون فاير مصطفى مختار. بقول لك هارد لك إنما مبروك جايزة أفضل لاعب في اللقاء. المفروض مش لينا لربنا، بس إحنا نلعبه يعني نفسينا، قاعدين نلعبوا كورة حلوة في الملعب. احنا نازلين عشان نمتع الناس اللي بره ونمتع نفسينا. مصطفى مختار زي ما اللاعبين قالوا الكوره مكسب وخساره. كلمني بقى فرقتك جايه تاخد البطوله. اون فاير 7-0 الماتش الاول، خساره الماتش الثاني زي ما كسبت زي ما قدرت. لسه عندك لقاء في المجموعه ان شاء الله تصعدوا وتروح للسيمي فاينل والفاينل. كلمني المدير الفني اللي فريق اون فاير قال ان احنا نازلين البطوله ناخدها ولا بنلعب من اجل مشاركه في البطوله اولى وسنه اولى لاون فاير؟ احنا نازلين البطوله ناخدوها عامة، عايزين ناخدوها هنكتسح اي فرقه. الحاجه دي دفاع بص حر
الكوره نقول ده لمصطفى مختار مين مصرف الاعلى في الدوري المصري؟ محمد زياد. الدوري المصري الزمالكاوي غير البرازيل لعب نادي الزمالك. وعبد الله السعيد مثله الاعلى اللي في بزيره، وعبد الله السعيد نجوم الدوري المصري اللي حائز على بطوله الدوري منذ ايام نادي الزمالك. كلمني ده مين مثلك الاعلى اوروبيا؟ امي وابويا. دول اوروبيا؟ اوروبا. اوروبيا كلاعيبه، وامك وابوك دول على دماغنا. محمد صلاح، ميسي، كريستيانو. مصطفى ان شاء الله تبقى افضل من ميسي وكريستيانو وصلاح ان شاء الله. نستناك المباراه القادمه بابتسامه وفرحه ليك انت شخصيا ثم لفريق اون فاير. ده كان لقاء مع مصطفى مختار افضل لاعب في لقاء براغا واون فاير. سنعود لكم من جديد بدون جديد ولاعب جديد من بطوله اون فاير. احييكم المعلق الرياضي محمد شكري. المعلق الرياضي محمد شكري ناقل واصفا لقاء من ضمن لقاءات البطولة. برحب طبعا مجموعة سلسلة مطاعم بندق الشهيرة على مستوى جمهورية مصر العربية. كمان بنرحب بيه بمجلس إدارة وإدارة نادي دايموند الراعي الرئيسي لبطولة اون فاير. شوف اللقاء على طول لقاء اون فاير الشهيرة. هنا موجود طبعا في صفوة الفي اي بي المطاعم وسلسلة مطاعم بندق والراعي الرئيسي نادي دايموند الرهيب الاسطوري. شوف اللقاء اللي على اسمنا كابتن محمد طارق. اللقاء من كارت 1 للكابتن محمود عبد الله. ان شاء الله زي ما بلغنا مدير التنظيم والاخوه المنظمين ان شاء الله ان في طبعا في بقى وجبه موجوده لكل الصائمين في بطوله اون فاير. كابتن خالد ما سبتوش حاجه ما عملتوهاش، ده انتوا دخلتوا على الصايمين. يا سلام يا كابتن خالد يا كمال. كابتن خالد كلمني وانت مدير التنظيم، كلمني على البطوله وفكره البطوله والتارجت اللي من البطوله. الكابتن خالد كمال اسطوره كره القدم. بس عايز اشكرك على وجودك معانا، شرف لنا شخصيه محترمه تكون موجوده زيك ويكون معلق على البطوله. حاجه ثانيه بشكر صاحبك قطب على الحاجه المحترمه اللي معموله دي، حاجه فريده من نوعها، حاجه كويسه جدا جدا جدا. بشكر سلسله مطاعم بندق، بشكر رئيس اداره باشمهندس محمد الكاميرا وقعت. انهم بعتوا لي كل حاجه وكل الشكر ليهم بصراحه يعني. شكرا كابتن خالد. طبعا شكر الراعي الرئيسي لبطولة اون فاير سلسلة مطاعم بندق والنادي دايموند. ده كان لسان حال الاسطورة الكابتن خالد كمال. كل الشكر للقائمين ومنظمين بطولة اون فاير. نرجع للقاء من جديد. ادي الكورة على طول، وادي الكرة من الجبل اليسرى. هل اون فاير الشوط الثاني او اللقاء الثاني يبقى حاضر اللقاء اللي 7-0 ثم لقاء اللي 2-1 خساره ثم ثالث لقاءات اون فاير. النهارده كمان براجا قدم نفسه بنفسه امام العملاق براجا. ادي براجا النهارده يخطف 3 بونت من فريق اون فاير. ركنيه لضربه
مرمى بصفارة الاسطورة الكابتن محمد طارق يدي ضربة مرمى. شوط اللقاء ده على صفيح ساخن. هنا طبعا بعد ثواني بقى هرجع للكابتن خالد كمال اسطورة كرة القدم. الاقرب للسيمي فاينال مين؟ لان هو اللي معاه النتائج. يقدر يقول لي القريب للمربع الذهبي هيبقى مين؟ اون فاير في الجبل الاسود. هل اللباني كابتن خالد ولا لسه؟ طبعا لسه ما بقتش. خساره اون فاير بالدرجه قلبت وزن الدنيا. المجموعه الاولى تعادل الافريقي قسم المجموعه شويه، فلسه ممكن نوصل لبعض المجموعه دي اخر ماتش. ده كان لسان حال اسطوره كره القدم واسطوره التدريب المصري الكابتن خالد كمال. قال ان خساره اون فاير من برادة قلب المجموعه وتعادل للفريق الافريقي مع فريق اورنج هو كمان قلب المجموعه. قال هنستنى الجوله الاخيره هي الاعلان عن مين افضل 4 فرق الوصول للقاءات السيمي فاينال من بطوله اون فاير. ادي عرض اللي قلته يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. بص شوف راسيه اهي، راسيه على طريق حمزه عبد الكريم. خلاص مفيش مصطفى محمد في منتخب مصر، في حمزه عبد الكريم الوافد الجديد لتشكيله منتخب مصر ونجم فريق شباب برشلونه. ادي ترقيصه حلوه، كوره حلوه قوي. يرجع تاني ويحضر تاني يا ولد على الترقيص. شوف اون فاير كنت بعمل لقاء مع الولد مصطفى مختار، قال لي جايين البطوله وانا غير البطوله والمركز الاول. وادي ترقيصه جول، ترقيصه جول 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 جول. عالمي 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 يا ولد يا لعيب. شوف تصويبات بعيدة المدى. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على التصويبة دي، يا عيني على التصويبات يا ملك التصويبات. اون فاير واحمد لاشين. اقول لك حالا الولد رقم 10 اسمه ايه؟ ولد يا لعيب يا كبير. بص الاعادة مع احمد المصري. شوف الاعادة البنت والتصويبة جول يا ولد يا لعيب. انذار اول يشير الكابتن محمد طارق الحكم الدولي الاسطوري. كل الشكر ليه لسبونسر بطولة اون فاير سلسلة مطاعم الاشهر بندق العالمي ونادي دايموند النادي الاسطوري. هم دول اللي موجودين كراعي رسمي لبطولة اون فاير النسخة الاولى. نسخة نار يا حبيبي نار. ترقيصة حلوة في وسط الملعب، واحد لا شيء اون فاير بتصويبه. ادي على طول كرة عدى يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. اون فاير هو بالفعل اون فاير. شوف التصويبه على طول على طريقه الهدف الاول اون فاير. بالك اللي هيلعب اون فاير هيتعذب. واحد لا شيء اون فاير، واحد لا شيء. ادي كرة في الجبل الاسود، ادي الولد اللي كان زعلان، ادي الولد، ادي على طول كوره والاستلام مصطفى مختار. وادي تصويبه عالي 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 يا عيني على طول قاعدة صواريخ متحركه لاون فاير. كل اللعيبه عندهم تصويبات بعيده المدى. هذه الكوره على طول محمد عنده هدف اول. قال لي بره الجون يا حمزه، يا ولد يا حمزه، يا ولد على المدرب، يا ولد على المدرب، يا عيني.